السلام عليكم، مرحبا بكم وسهلا معنا في شهوات ووصفات صحراويه. اليوم ان شاء الله ولا نقدم لكم طريقه تحضير وجبه غداء. عندي هو اللحم اللي ندير في وجبه الغداء، اللي ندير فيها اللحم، ولا ندير فيها ان شاء الله سفه الليمون ان شاء الله ونجربوها، ولا ندير فيها ان شاء الله كبده البن. تابعوا معي المراحل ومرحبا بكم وسهلا. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالقدام ومرحبا بكم وسهلا. اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه شاركوا في القناه باش يوصلكم دائما جديد، ومرحبا بكم وسهلا. عندي هون اللحم، عندي 4 كيلو ديال اللحم، عندي شويه من الماء باش نخلط فيه دي عطريه، عندي خرقوم، سكنجبير، ملح، الابزار، شويه من القرفه. عندي هون تقريبا نص كيلو ديال البصله وربطه ديال المعدنوس وقزبر. نحكم هذو العطريه اسمهم. حركهم الساك ما نضيف هذا اللحم. لين نخلط اللحم مزيان نساجن فيه هذه العطريه. نعود ان شاء الله نديرو في طنجره ولا في كوكوط ونخليه يطيب. تولي نقلب مزيان. لين ان شاء الله نضيف عليه البصله، هاك الربط ديال القزبر، ونزيدو شوي من الماء ونخليه يطيب. نحرك ذا اللحم ندمج فيه ذي العطريه ونرجع ان شاء الله. دريك من بعد ما شرمن ذاك اللحم بالعطريه كيف تشوفوا، ليه نضيفو ونخليه ينقلي. تولي ينقلي نضيف عليه بصله وقزبر معدنوس. كيف تلاحظوا عني دائما وانا نصب ما ندير الزيت، خصوصا الا عاد اللحم ياسر به، هو اصلا فيه الشحم يطلص داك الزيت، يعني ما كاين لاش نزيدو الزيت لا يمرخ علينا العيدان. داك لاصوص اللي يقعد نبغوه يعود شوي خافر ونقدو ندمو فيه، ما يعود فيه ليدان. داك ان شاء الله غير ردها تنقلع نعود نضيف عليها البصله والباقه ديال المعدنوس. بعد ما نقلع عندي هون اللحم نضيف عليه البصله والباقه ديال القزبر والمعدنوس، نقفل عليه ونخليه يطيب. تو الطاب ان شاء الله ونقدمو طريقته بسيطه وسهله. عندي هون كيف تشوفوا الذروه، هاي الذروه، هذا القلب، هذه كبدة البل وقلب البل والذروه. لين نقطع نضرك ان شاء الله ونعود نخشيهم في مسامير ونشويهم فوق الجمر. شيهم هما خاص الا حد انك تدفيهم وتشوف وجو طايبين. وني بكم برك ان شاء الله ولين نقطعها ونرجع لكم ان شاء الله. من بعد ما قطعت الكبده والقلب والذروه لين ندخلهم درك في المطارق ان شاء الله ونعود نشويهم. بالنسبه للطافلات اللي يتوحموا يسمحوا لنا ما حداهم الكبده ولا تشهاو الكبده يسمحوا لنا، حقهم ان شاء الله في الجنه. عندي هون الخالص الرقيق اللي هو الكسكسو الرقيق، اللي هي نحكمو ونضيف عليه شوي من زيت المائده وندهنو باش ما يتكركب لي. نضيف عليه الليمون. بالنسبه للكميه عندي كيلو ديال كسكسو رقيق، وكميه الليمون على حساب الرش، كل خالص وكم يرفد من الماء. دهنته كيف قلت لكم بزيت لاسيور وعدت نرشو بالليمون، نديرو في الكسكاس ونخليه يطلع. بالنسبه لتجربتي هذا الطعام ديال الليمون، باطل سفت الليمون جي زينه ما شاء الله. بهالمناسبه نشكر محجوبه لاني شفتها عدلتها جات زينه ما شاء الله. كيف تشوفوا من بعد ما طلع الكسكاس درتو في قصعه وعدت نرشو بالليمون، فقط الليمون وحده ما معاهش لا الليمون عصرته توف ورشيت به. لي رشو مزيان ونعود ان شاء الله
نديرو يطلع الطلعه الثانيه ديال طلع ان شاء الله، وحطيتو ليه نضيف له الملح والسكر كيف تشوفوا. ليه نرجعو هون يطلع ان شاء الله. ليه كيف قلت لكم ليه نرشو بالملح والسكر. من بعد ما طلع دريك كسكسو ليه رشو دريك رشة الملح والسكر. ليه ندير الملح قدر كافي ديال الملح. ليه ندير السكر، درت شي من السكر في الليمون وضفت شي من سنيده على الكسكسو كيف تشوفوا. ليه نرشو ملي بالليمون مزيان. ليه نضيف عليه 2 قطع ديال الزبده. نعدل الزبده دريك في هذه العله، وتول طابت الطيبه التاليه مولي ندير فيه مولي شويه من الزبده عندنا مولي بشويه من الزبده. ليه تشوفوا كيف تشوفوا دريك ليه رشو مزيان لين يشرب الليمون. بالنسبه للمذاق الليمون يجي في السفل، يجي مذاق مميز، يجي زين وتجي مولي السفه زينه. ليه ندير عليه كوتشارتين من ماء الزهر، ولا نرجعو يطلع الطلعه التاليه ونعود نحطو نقدمو. من بعد ما طيبت قطبال الكبده كيف تشوفوا طيابهم يعود على حاله، لا شوي وصهدو توف ما يبغوا يطيبوا قباله باش ما تقصاح الكبده. هنا طيبتها في السطاح كيف. بعد ما طاب اللحم حطيته في الطبسيل كيف تشوفوا. هذاك درت له البرقوق اللي عسلت مع بيض السمان. نتمنى هنا عجبكم. هون عندي السفه من بعد ما طابت حطيت على هذا الشكل، درته في المول وخليته متزقنه كيف تهاك. بالنسبه لليمون حكمته وعسلته في بلاصه البرقوق. وين عسلت البرقوق رفدته ذاك الماء اللي قاعد معسل فيه البرقوق هو اللي عسلت فيه الليمون. وبالنسبه للعنب اليابس عسلته مع البرقوق اللي درته للحم. اللوز قليته حطيته. نتمنى هنا عجبكم. الا كنتوا اول مره تزوروا القناه شاركوا معنا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ومرحبا بكم وسهلا.